عملتلك الجبنة الموتزاريلا بطريقة سهلة جدا في البيت ومكوناتها متوفرة في كل بيت. زي ما انتوا شايفين ناجحة 100% وبتمط لآخر الشارع. انتوا لازم تحفظوا الفيديو ده لأن الوصفة دي حرفيا إدمان. يلا بينا نبدأ بالمقادير. عندي هنا 4 كيلو من الحليب طبعا لازم يبقى طازة، ما ينفعش يكون مبستر اللي احنا بنجيبه من السوبر ماركت، ولا كمان ينفع ان هو يبقى محطوط في الفريزر. لازم الحليب يبقى طازة عشان تقدري تطلعي القوام اللي انا طلعته. حطيت الحليب على عين البوتاجاز وهفضل كل شوية اراقب الحليب. لازم طبعا الحليب ما يبقاش سخن خالص ولا يبقى ساقع خالص، يعني ما بين البنين. انا حطيت ايدي لحد ما ايدي استحملت درجة الحرارة، وفي وقتها بقى نزلت بنص كوباية من الخل. طبعا المقادير دي على 4 كيلو حليب. لو هتعملي 2 كيلو حليب يبقى هتحطي ربع كوباية خل، وضفت مع الخل عصرة ليمونة ما يعادل كده معلقة كبيرة من عصير الليمون. دي بتديها طعم جميل قوي وطعم مزز كده في الجبنة، فبتدي طعم حلو خالص. كمان اهم حاجة عندي في الجبنة الموتزاريلا التقليب. ما ينفعش ان انا احط الخل والليمون واقلب جامد جدا. اهم حاجة التقليب يبقى بالراحة خالص عشان خاطر الجبنة ما تقطعش منكم ولا تخرز. دي اهم حاجة جدا في الجبنة الموتزاريلا، التقليب يكون بالراحة جدا. وزي ما انتوا شايفين كده خلاص الجبنة بدأت تفصل، طلعت شرش كده. الشرش ده طبعا ما بيترميش، ممكن نعمل منه بيتزا او نعمل منه حاجات او معجنات بتطلع طعمها روعة. دلوقتي الجبنة الموتزاريلا خلاص بدأت تدخل في السوا. هتتأكدوا ازاي ان هي خلاص استوت؟ هتفضلوا كل شوية تنزلوها في الشرش. لو لقيتوها بتمط معاكم جامد جدا وبسرعة فاعرفوا خلاص ان هي كده استوت. ولو لقيتوا ان المطة بتاعتها شديدة شوية او بتمط بالعافية فانتوا هتسيبوها تاني في الشرش عبال ما تستوي تماما. طبعا ده كله على درجة حرارة هادية. احنا هنكون موطيين على النار خالص عشان خاطر بس الجبنة ما تبصش مننا. وهرجع اقول لكم كمان اهم حاجتين في الجبنة الموتزاريلا: التقليب يبقى بالراحة جدا، احنا بنحط الخل والليمون، التقليب هيبقى بالراحة جدا. خلاص بقى بعد ما استوت تماما هجيب طبق وهصفي كل الشرش اللي جواها. طبعا لازم اعصرها جامد جدا بعد ما تبرد سنة بسيطة عشان هي طبعا بتبقى سخنة خالص. فهنزل كل الشرش اللي فيها وهحطها في طبق وهسيبها في الفريزر لحد ما تجمد شوية، وهبدأ ابشرها بالشكل ده. طبعا عملت معايا كمية حلوة قوي وكمية وفيرة ما شاء الله. وطبعا احنا عارفين اصلا ان الجبنة الموتزاريلا بره الكيلو منه الصراحة بشيء وشويات، فاحنا ممكن نعملها في البيت بطريقة سهلة جدا. وبس كده عملنا الجبنة الموتزاريلا بطريقة سهلة جدا في البيت وبطريقة ممتازة ومعتمد عليها جدا. لو عجبكم الفيديو ده انزلوا تحت اشتركوا في القناة وكمان فعلوا زرار الجرس عشان يوصل لكم كل فيديو جديد انا هنزله. بحبكم في الله وما تنسوش تصلوا على النبي.